دايما بنيجي بالليل وبنبقى عايزين ناكل حاجة حلوة كده ومش عارفين نعمل ايه، عايزين حاجة كده سهلة وبسيطة وكمان ترمي معانا كمية كبيرة. قلت مفيش احسن من الكوكيز، كوكيز الشوكولاتة طبعا الكل بيحبها. هقولك على طريقة بسيطة جدا ومكونات كلها مظبوطة، وهيطلع معاكي احلى كوكيز بالشكل ده زي المحلات بالظبط. بس تابعيني وشوفي الفيديو للاخر. سلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم سومة في البيت البسيط، وحشتوني من الفيديو اللي فات. والنهارده بقى جيت لكم باحلى كوكيز هنعمله بسرعه اوام اوام. ويلا نشوف الطريقه ويلا بينا. وهنسمي بسم الله، وهنجيب دقيق، هنجيب سكر، هنجيب كاكاو وزبده وبضايه. بس هي دي كل المقادير بتاعتنا. اول حاجه هنجيب كوبايه سكر. بس الكوبايه دي ناقصه معلقه. ليه؟ لان انا قسمت السكر، وهبدا اخد معلقه عسل اسود واحطه على نص السكر ده، وادخلها كويس قوي 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 معلقه العسل دي في السكر، عشان انا عايزه اعمل سكر بني. لو انت عندك سكر بني خلاص يبقى تاخدي نص كوبايه سكر بني والنص التاني سكر ابيض. لكن انا ما عنديش سكر بني، فانا بعمل الحركه دي لاني عايزه اخد نفس التست والطعم بتاع المحلات اللي بره. فانا دلوقتي اخدت معلقه العسل الاسود حطيتها على نص كوبايه السكر وقلبتهم، بقى معايا سكر بني ومعايا سكر ابيض. يبقى مقدار السكر ده كوبايه الا معلقه. ودخلنا معلقه العسل مكان معلقه السكر في السكر وعملناه سكر بني اهو. وحطينا بقى الاتنين على بعض وخلطناهم. بعد كده هنجيب كوبايه الا ربع من الزبده. الزبده دي بحراره الغرفه. شوفوا، يبقى انا معايا كوبايه الا معلقه من السكر، ومعايا كوبايه الا ربع من الزبده بحراره الغرفه. وتبداي بظهر المعلقه كده تدخليهم في قلب بعض عشان لما نعمل في قلب المضرب ما ينطرش علينا. وكمان يا ريت تخلي المضرب على اول سرعه. انا دلوقتي عامله في اول سرعه في المضرب، ما تخليش السرعه عاليه عشان ما ينطرش فيك ويبهدل الدنيا. وتبداي تضربي كده مش اقل من 4 5 دقايق لحد ما تلاقي السكر داب نهائي مع الزبده وبقوا عاملين زي الكريمه الهشه. الخطوه دي مهمه جدا. بعد كده هننزل ببضايه بردك بحراره الغرفه، وهننزل بمعلقه صغيره من الفانيليا، ونضرب بردك بالمضرب دقيقتين 3 كده لحد بردك ما نلاقي البيضة اختفت تماما وبقت الخليط كله زي ما انتم شايفينه كده هش. هنزل بقى بكوباية من الدقيق، وهنزل بكوباية الا ربع من الكاكاو الخام. ده كاكاو خام معلهوش سكر، بس يا ريت يكون نوع حلو، طبعا مفيش احسن من النوع الاسباني. وهننزل كمان بمعلقة صغيرة اهيت من البيكنج باودر ورشة من الملح. وهبدأ بردك بالمعلقة وأقلب ده كله في قلب بعضه. بصوا، مكونات سهلة جدا وبسيطة، وبصراحة بيرمي معاكي كمية وبيبقى جميل جدا. وتبدأي بالمعلقة كده تدخلي بقى الدقيق بالكاكاو اللي احنا حطيناهم دلوقتي برشة الملح بالمعلقة الصغيرة بتاعت البيكنج باودر وتقلبيهم. ولما تلاقي كده الدقيق وكله اختفى، هننزل. بصوا، انا يا دوبك حتة شوكولاتة بس كده قطعتها صغير بالسكينة، وكمان معايا شوية من الشوكولاتة الشيبس. يعني هتحطي بتاع معلقتين كده. لو مش عايزة قطعة الشوكولاتة تقطعي كده حتة منها ما تحطيش وتكتفي بالشوكولاتة الشيبس ماشي. بس انا حبيت يعني عشان ايه، يعني الشوكولاتة تسيح شوية وبرضك تدي طعم حلو. وبرضك قلبت تقلبتين كده ودخلت الشوكولاتة في قلب العجينة لحد ما بصي بقت بالشكل ده. طبعا هي ما تبقاش متماسكة، هي تحس كده ان هي بتلزق، عشان كده انا عملتها بالمعلقة. فانا حطيت لها دلوقتي كيس بلاستيك واحطها في الفريزر. هتسيبيها لحد ما تلاقيها مسكت نفسها، يعني ساعة ساعتين 3 لحد ما تمسكي بايديكي كده وتلاقيها مسكت. لكن انا بصراحة يعني ما سبتهاش اكتر من ساعة، بس هي كانت عايزة شوية كمان. فانا جبت الصينية بتاعتي وبدأت اخد حبة كده واكورها. بس اهم حاجة بقى في النوع دوت لازم تسيبي مسافات كبيرة، لان من نوع الكوكيز معروف انه بيفرش، فلازم تسيبي مسافات. شوفوا العجينة بتلزق في ايدي بسيط، لان هي كانت لسه عايزة تقعد في الفريزر شوية كمان. هي لو ماسكة كويس في الفريزر مش هتسيب فيكي اي علامة في ايديكي خالص. بس طبعا تشتغلي على طول في ساعتها. زي ما انت ما شايفة، بص المسافات تكون اهم حاجة كبيرة عشان لما يفرش ما تخشش في اللي جنبيها. وتاخدي شويه من الشوكولاته الشيبس كده وتحطيها، طبعا تكوري من غير ما تضغطي ولا حاجه، دوبك تعملي كوره كده وتحطيها اهو.
الفرن بتاعك سخن على درجة 180، ما بتقعدش اكتر من ربع ساعة. وما شاء الله ما شاء الله بقى، الله اكبر بقى، طلع شوية كوكيز زي العسل. بص بقى من جوه، تحس كده يعني الطراوه كده جميل، وحبه الشوكولاته اللي حطيناهم كده سايحين جوه، حاجه كده عسل بصراحه. والطعم تحس كده زي اللي جايباه من بره. بس امشي تبع المقادير دي وان شاء الله هيعجبك جدا. بص ده اعمل ازاي، مقرمش من بره وطري شويه من جوه. انا سبته ربع ساعه. لو انتوا عايزينه ناشف من جوه ومن بره ممكن تسيبيه بتاع 3 دقايق كمان. بس ما شاء الله هو كده مظبوط جدا وحلو قوي. اتمنى ما تنسوش بالشير والاشتراك وتفعيل الجرس، واهم حاجة اللايكات الحلوة وكومنت جميل منكم يا حبايب سومة.